العلاج السلوكي المعرفي واحدة من تقنيات العلاج السلوكي المعرفي هو سجل الأفكار، حتى تتعرف على الأفكار ذات التشوهات المعرفية مالتك، وشنو المشاعر اللي تنتجها هذه الأفكار. إنك تسجل بالدفتر مالتك الموقف الحدث اللي أنت مريت بيه، وتكتب الفكرة الأفكار اللي أنتجت بسبب هذا الحدث، وبعدين تكتب كيف جعلني أشعر هذا الحدث، المشاعر، وبعدين السلوك، شو ردة فعلك على هذا الحدث. أضرب مثال بسيط، إنك جاي تمشي بالشارع واكو صديقك عبر الشارع شافك، فأنت سلمت عليه. فمن سلمت عليه هو ما رد عليك السلام، فأنا إيش راح تكتب الحدث؟ إنه شفت صديقي وما سلم علي. الفكرة انه اتولدت عندك فكرة انه صديقي يكرهني، فما سلم علي، فمتعمد سوى هيك لين يكرهني، لين ينرفزني، لين يريد يضوجني. تمام. المشاعر اللي تولدت نتيجة هذه الافكار هي مشاعر ضوجة، او حزن، او اكتئاب، او غضب. السلوك انه انا ثاني يوم شفته رحت عاركته، او السلوك انه انا درست، انا اخذت التليفون وخابرته وقلت له انا مسلمت عليك ليش ما ردت علي. السلوك انه انا رحت دخنت جيجارة. يعني هو هذا مثال بسيط. فإحنا حياتنا كلها عبارة عن أفكار، والأفكار تولد مشاعر، والمشاعر تولد سلوك، والسلوك تبدي تعزز هذه الأفكار، والأفكار تولد مشاعر، وهكذا هي الحلقة المغلقة. فما مثل ما يقول ديكارت، أنا أفكر إذا أنا موجود. فإحنا حياتنا عبارة عن أفكار، والأفكار تولد مشاعر، والمشاعر تولد سلوك. هذا الأساس اللي يعمل عليه علاج السي بي تي، العلاج السلوك المعرفي. واحنا من خلال هذا، من يجينا المريض كاتب لنا هذه الافكار مالته والمشاعر والسلوكيات، راح نبدي نطلع التشوهات المعرفيه اللي موجوده بالافكار. راح نبدي نعرف شنو هي السلوكيات السلبيه اللي تعزز الافكار السلبيه اللي تولد مشاعر سلبيه احنا ما نريدها. فنبدي نشتغل على الافكار، ونبدي نشتغل على السلوكيات، لان المشاعر صعبه نغيرها، صعبه نستهدف المشاعر. فنبدي نستهدف الافكار والسلوكيات. من نغير الافكار ونغير السلوكيات، بالتالي راح نغير المشاعر، وبالتالي راح تتغير هواي اشياء، وهواي اضطرابات نفسية راح تتعالج بهذه القاعدة الأساسية اللي راح نمشي عليها، اللي هي العلاج السلوكي المعرفي.